تسمح لي حضرة القاضي. اتفضل. أحب أوضح لعدالة المحكمة إن موكلي اعترف تحت الإكراه والتهديد، وذلك من جانب والد ياسين وأصدقائه، كما إن شهادة ضابط المباحث غير قانونية لأنها أتت بعد أن حولت النيابة القضية لعدالة المحكمة، وذلك لا يجوز قانونيا كما تعلمنا من سيادتك. تسمح لي يا ريس أرد على ادعاءات الزميل؟ اتفضلي يا أستاذة. الزميل بيحاول يوضح للمحكمة أو يوحي للمحكمة بأنه تم إكراه نادر على الاعترافات، وطبعا الكلام ده مش صحيح يا ريس، بدليل وجود تقرير طب شرعي بيشهد بأنه مفيش أي إصابات ولا آثار لتعذيب أو ضرب على جسد السيد نادر، وده بيتطابق مع شهادة سيادة النقيب سامح الشرقاوي معاون مباحث أكتوبر يا فندم. بالنسبة لنقطة عدم قانونية شهادة سيادة النقيب، فأنا بأذكر زميلي إنه ظهور أي أدلة جديدة ممكن تساعدنا في كشف الحقيقة يا فندم ده بيستوجب فورا إن احنا نقدمها لعدالة المحكمة بغض النظر عن توقيت ظهورها. عايزة تقولي حاجة تانية يا أستاذة؟ أيوة سيادة القاضي، أنا مقدمة لسيادتكم كشف من شركة الاتصالات بيوضح المبالغ المالية اللي ياسين حولها لنادر، وهنلاقيها بتتطابق وبتتساوى مع المبالغ المالية اللي سحبها ياسين من الكريدت كارد، وده بيأكد يا فندم إن في ما بينهم معاملات مالية. في عند حضرتك كمان يا فندم كشف حساب من البنك بيوضح إنه صاحب الحساب البنكي اللي صدر عنه الفيزا كارد هو السيد عامر عبد العزيز اللي هو عم السيد نادر. الأستاذ عامر في أقواله يا فندم أكد إنه نادر زاره في مكتبه يوم اختفاء الفيزا كارد من المكتب يا فندم. وهتلاقي كمان يا فندم مقدم لسيادتكم تفريغات لكاميرات إحدى البنوك بنشوف فيها نادر وهو بيتردد على ماكينات السحب الآلي وبيسحب بالفيزا كارد المختفية يوم اختفائها يا فندم مبالغ مالية. فبناء عليه وبناء على كل ما سبق وبالإضافة لشهادة سيادة النقيب سامح الشرقاوي معاون مباحث أكتوبر يا فندم، أنا بطالب بالبراءة لموكلي ياسين شريف صالح. اتفضلي. استنادا إلى الأدلة المقدمة إلينا، قد حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم ياسين شريف عبد الحميد صالح من التهمة الموجهة إليه. رفعت الجلسة. هاي حبيبي حبيبي ياسين. هاي يا أستاذ هاي مبروك 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 ياسين. مبروك يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. ربنا يخليكم. يلا بقى يلا بينا احنا علشان نعمل إجراءات الإفراج ونحتفل في البيت بقى. مبروك يا حبيبي مبروك. خلي بالك منه.